اهلا بيك في قناتي رحلتي مع اليوتيوب. انا عمر، وفي الفيديو ده هكلمك عن كل حاجة محتاج تعرفها عشان قناتك توصل 1000 مشترك، وازاي تزود مشاهداتك خاصة لو بتشتغل يوتيوب اوتوميشن ومش بتظهر بوشك. كلام هنا من تجربتي، فتابع معايا للاخر. ليه ال1000 مشترك مهمين؟ بص يا سيدي، اول 1000 مشترك على اليوتيوب دول اهم خطوة، لان من غيرهم مش تقدر تفعل الربح ولا تشغل الاعلانات على فيديوهاتك. كمان لما الناس تلاقي عندك 1000 مشترك هيثقوا في المحتوى اكتر وهيتابعوك اسرع. يعني الموضوع مش رقم وبس، دي بداية النجاح الحقيقي. اختار النيش الصح. يعني ايه نيش؟ يعني المجال اللي هتشتغل فيه. لازم تختار موضوع تكون بتحبه او فاهم فيه عشان تعرف تكمل. متروحش تمسك اكتر من مجال وتشتت نفسك. خليك مركز في حاجة واحدة، زي قصص كرتون، تعليم، رعب، او حتى زي حالتي كده رحلتي مع اليوتيوب. راقب المنافسين وتعلم منهم. خش شوف الناس اللي شغالة في نفس النيش بتاعك، اتفرج على الفيديوهات اللي جابت مشاهدات عالية، شوف بيستخدموا عناوين ازاي، صورهم المصغرة عاملة ازاي، وابدأ خد افكار وطور عليها. ما تقلدش بس اتعلم. اعمل فيديوهات بجودة مقبولة. مش لازم يكون عندك كاميرا ب20,000 جنيه، لان تليفونك بس لوحده يعني يكفي ان هو يعمل كل ده. بس خلي الصوت واضح، الصورة مش مهزوزة، الإضاءة كويسة، والأهم خليك منظم في كلامك، متبقاش بتقول كلام عشوائي. حضر سكريبت بسيط قبل ما تسجل، حتى لو نقط بس. انشر باستمرار وفي مواعيد ثابتة. اليوتيوب بيحب الناس اللي بتشتغل بانتظام. لو بتنزل 3 فيديوهات في الأسبوع زي ما أنا بعمل، خليك ثابت عليهم، مثلا كل حد وتلات وخميس. ده هيخلي الخوارزميات تحبك وتظهر فيديوهاتك أكتر. اختار عنوان وكلمات مفتاحية مظبوطة. العنوان هو اللي بيخلي الناس تضغط، فلازم يكون جذاب ويوضح انت بتتكلم عن ايه. والوصف حط فيه كلام مفيد وكلمات مفتاحية تساعد اليوتيوب يفهم الفيديو. يعني لو بتتكلم عن ازاي تزود مشتركينك، حط الكلمة دي في العنوان او الوصف. صمم صورة مصغرة تخطف العين. الصورة المصغرة اهم من الفيديو نفسه اوقات. خلي فيها الوان ساطعة، خط واضح، كلمة او اتنين ملفتين. ولو ينفع تحط وشك او صورة فيها مشاعر، الناس بتحب الصور اللي فيها مشاعر وانفعال. ممكن تستخدم موقع زي كانفا، سهل جدا. اتفاعل مع الناس، اي حد يسيب لك تعليق رد عليه حتى لو تعليق بسيط. الناس بتحب تحس انك شايفهم، وده بيشجعهم يتابعوك اكتر. كمان شارك الفيديوهات في جروبات الفيس او الواتساب او اي مكان في ناس مهتمة بالمجال ده. استخدم الترندات بذكاء. تابع الترندات اللي ماشية دلوقتي. لو في موضوع مثلا مهم دلوقتي الناس بتتكلم فيه وانت تقدر تقدمه بطريقتك، اعمله. بس خليك فاهم الترند لو مش مناسب لقناتك هتبقى بتضيع وقتك. الترندات مش بس رقص وتفاهة، في ترندات تعليمية وترفيهية كمان. شوية نصايح شخصية. نظم وقتك، خلي في وقت للشغل، وقت للراحة. انا شخصيا بشتغل على القنوات الصبح، وبعد كده بشتغل على المكنة توصيل لحد بالليل. بص، نصيحة مني، انت بجد لازم تبدأ دلوقتي في المجال ده. حتى لو هو هياخد منك ساعة او ساعتين في اليوم جنب شغلك الاساسي، هيفرق معاك قوي. لو هنعمل الموضوع ده وهيرجعنا عائد مثلا بعد سنة سنتين، يعني ده طبعا رقم كبير قوي. يعني انت الكسبان. يعني انت لو بعد سنة سنتين الموضوع ده دخلك مثلا 10,000 15,000 في الشهر، انت الكسبان، لان انت هتعمل بدل القناة 3. وبجد الموضوع مش صعب لو انت فعلا يعني اهتميت بيه وتعلمت صح. انا شخصيا لسه ما فعلتش الربح، بس القناة دي هتبقى نموذج، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة لحد ما نوصل ل1000 مشترك والدولار الاول. انا لسه في طريقي، ودي القناة اللي بشتغل عليها، ودي الخطوات اللي همشيها عشان اوصل ل1000 مشترك بسرعة. وهنشوف التطور مع بعض فيديو بفيديو. لو وصلت لحد هنا فانا مبسوط جدا انك كملت الفيديو. لو استفدت بأي معلومة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، فعل الجرس، وسيب لي تعليق تقول رأيك او تطلب مني اتكلم عن موضوع معين في الفيديو الجاي. اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا.